السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض السمبوسة بحشوة اللي تعجبك. انا عاملاها بالجبنة، وان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم. هنعملها بطريقة حلوة جدا جدا وسهلة بمكونات بسيطة خالص، مش مكونات كتيرة جدا. هي عبارة عن بس دقيق ومكون واحد تاني معانا. هنعملها بطريقة حلوة ومقرمشة من بره، وبجد هشة وخفيفة. وزي ما انت شايفة انا عملتها ما كملتش فيها 10 دقايق بجد وخلصت. انا معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق خلاص، وبيضه واحده، ومعلقه سمنه كبيره، ولا بحط خميره ولا بيكنج باودر ولا باي حاجه خالص. والميه على حسب نوع الدقيق. تمام، انا بحط كوبايه ميه جنبي بشوف هاخدها كلها ولا اخد نصها. 3 كوبايات الدقيق حطيت عليهم معلقه السمنه الكبيره، وببدا ابس فيها كده زي السمبوسه، زي البسبوسه قصدي. وتبداي تفركي فيها جامد لغايه ما تحسي ان الدقيق كله دخل في السمنه، يعني لمده دقيقتين كده. تمام، بجد سهله جدا وحلوه جدا. احنا داخلين على رمضان، كل سنه وانتم طيبين. والسمبوسه حلوه جدا في رمضان، يعني احنا بنعملها دايما كتير مع الاكلات، وبتخلص اول حاجه. بجد حلوه خالص وهتعجبك ان شاء الله باذن الله. انا ببدا افرك فيها كتير كده لغايه ما احس ان هي الدقيق كله دخل فيه السمنه. تمام، وممكن تعملي الكميه اللي تعجبك، يعني ده المقدار 3 كوبايات دقيق عليهم معلقه كبيره سمنه. تمام، بصي الدقيق هتمسكيه كده تلاقيه كده خلاص تمام. وبعد كده هتحطي البيضه. انا كنت حاطه في الدقيق ذره ملح. هتحط البيضه، انا ولا حطيت خميره ولا بيكنج باودر. بفضل اقلب كده شويه فيها، وبعد كده بنزل بالميه بالتدريج. يعني انا بحط كوبايه ميه جنبي وبنزل عليهم واحده واحده، مش بنزل مره واحده بالكوبايه، لان على حسب نوع الدقيق. انا خدت معايا كده تقريبا نص كوبايه. خلاص بتبداي تعجني بقى بالميه، تعجنيها بايدك بقى كويس لغايه ما تديك عجينه حلوه ناعمه ومش ملزقه. يعني احنا عايزينها مش عجينه ملزقه عشان نعرف نشكلها براحتنا. تمام، انا هنا خدت معايا نص الكوبايه، وهبدا اعجنها بعد كده. هعملها كده شويه بالمعلقه، وبعد كده هعجنها بايدي. تمام، تعجني فيها كويس لغايه ما تلم معاكي، ولو احتاجت ميه بتحطي لها. تمام، انا هنا بعجنها، يعني انت زي ما انت شايفاها كده مش ملزقه في ايدي عشان اعرف اشكلها. خلاص، وبعد كده ببدأ اسيبها حوالي 10 دقايق بس ترتاح كده، مش كتير قوي. 10 دقايق لغايه ما تجهزي الحشوه اللي انت هتعمليها. ممكن تحشيها لحمه مفرومه، ممكن تحشيها فراخ شاورمه فراخ، وممكن تحشيها جبنه، وممكن تعمليها برضو حلو. تزودي معلقه السكر وهتبقى عجينه معاكي مسكره وتعمليها حشوات حلوه. خلاص، انا بسيبها 10 دقايق ترتاح بس كده، وبعد كده باخدها بفردها على الرخامه، برش رشه دقيق كده خفيفه، وبعد كده بحطها وبفردها. ولو عندك قطاعة او ما عندكيش، ممكن غطا اي برطمان عندك ينفع. بتفرديها لغايه ما تديكي سمك خفيف خالص. انا مش عايزاها سمكها تخين كده، لا سمكها رقيق. هوريكي السمك اللي احنا عايزينه. يعني شايفه السمك انا جايبهولك في الكاميرا. انا بقطعه كده من البرطمان عندي غطا الكاستر، وببدا اقطع بيها. لو عندك قطاعه مفيش مشكله، ما عندكيش برضو بغطا زي كده. بتبدأي بقى تقطعيها دواير زي كده وتلمي دوا، وهنعجنه تاني برضو بنعمله تاني، بنفرده ونقطعه تاني. انا هنا هعجنها بجبنة، اسهل حاجة يعني، بتبقى حلوة جدا الجبن مع الاكلات. عايزة تحشيها لحمة مفرومة براحتك، وبتبدأي تظبطي فيها كده بالشوكة، بيديكي شكل حلو، وفي نفس الوقت بتضغط على الحواف ما بتفتحش تاني معاكي. انا هنا كنت خلصت الكمية وهبدأ اقليها في زيت. خلاص، مش هتكمل معاكي بجد 10 دقايق وتخلصيها. وزي ما طلعت معايا كده بألف هنا وشفا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، بجد حلوة جدا جدا. في عزومات في رمضان مع أكلات بجد حلوة خالص. يعني أنا بعملها على طول في رمضان مع أي أكل بتخلص هي أول حاجة. بجد حلوة جدا وسهلة. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يوصل له كل جديد، ولايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.